اللي دعاء طلعت لبطه، خدت المشط والمرايه، راحت شدت بطه من شعرها وهي بتسرح لها على اخرها، خبطتها على الارض، وبعدين مسكت الاشارب وهي دايخه بطه، وقامت رايحه خانقه بطه ايه بالاشارب بتاع دعاء. فضلت حطت صبعينها الاثنين دول وصبعينها الاثنين دول عشان تشد الحبل، كانت هي دايخه، قامت ماتت. طيب انت تقول اشارب؟ قلت له ازاي يا باشا، هو في حد يعرف يعمل كده؟ ده دعاء غلبانه ما تعرفش اصلا تعمل كده، ده دعاء عشان تطلع السلم تصح. هي كان اشارب دعاء، مش حضراتكم اول ما طلعتوا كنت هتشوفوا الاشارب طبعا بتحبوها موت، كنت هتقولوا ده اشارب دعاء انت اللي عاملاها. لا اله الا الله، احنا لا اله الا اشرب ولا شفنا اشرب، والله الا الله، احنا لا اله الا اشرب ولا شفنا اشرب. والله امال ازاي طلعتوا؟ مش انتوا طلعتوا وشفتوا شايفين؟ هو انا قلت لك انا بقول، هو اللي بيقول لي جابت كذا 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 وعملت 1 2 3 يا محمود افهموني، انتوا بتتكلموا ازاي؟ اخوك محمود بقول لك هم اللي قالوا لي كذا كذا كذا، انت بتقول لي هم قالوا لك ماتت ازاي؟ انا ما اعرفش هي ماتت ازاي لما هم بيقولوا. اخوك محمود كان بيزق الست اللي مش عايزه تروح تشوف بنتها. لا البصمات قال لهم ما حدش يروح عندها عشان دي بصمات، عشان دي بصمات، عشان كل واحد ياخد حق. كملنا الاول ومن الاخر. حتى انا جيت اقول له يا محمود، قال لي ارجع ورا. كانوا قاعدين مش عارفين اشارب دعاء، كله رجع ورا، ما حدش قرب له ولا عبد الله، حتى عمو منتصر جه دخل قال له ورا، ما فيش حد دخل عندنا. هو اشارب الانسان بتاعهم خدتها ده بص ابن الحلال عشان يطلع الكلام ده كله احنا ضد بعض، تمام؟ ولا انت عم تيجي عند البيت تاني، تمام؟ عيالك خدهم من الاسم، امين يابا؟ خدهم من الاسم؟ ماشي عيال عندنا، ماشي يا عم، امين. كتر خير. ما هو كتر خير ايه؟ وانا لسه اشوف فتح حصل لها ايه. عشان بالمناسبه التسريب او المكالمه دي كنا جبنا اجزاء منها كانت عرضت قبل كده، ولكن ده المكالمه الكامله اللي كان بيسجل فيها محمود لسيد. الكلام هنا في نقاط مهمه وخطيره. فديه لصالح اهل فاطمه، والمفروض ان في فلوس موجوده مع سيد وهو بيتكلم. سيد بيتكلم زوج دعاء، وده الغريب في الموضوع ان هم زي ناس بسيطه وعايشين في زي ما كان الاستاذ بكر بسام اتكلم قبل كده معانا ان هم ما حلتهمش حاجه وما معهمش فلوس، ولكن عايز يدفع فلوس لولد فاطمه فديه، وعايز كمان الفلوس للمحامي بكر بسام زي ما سمعت وهو بيتكلم في التسجيل وبيقول هدفع له من 100,000 لمليون، من جنيه ل 100,000 المليون. فبيتكلم بقلب جامد وبيتكلم على نقطه الفلوس. بيتكلموا ان هم اعترفوا في التحقيقات او قالوا في التحقيقات ان دعاء مش هي القاتله. طب لو مش هي القاتله يبقى مين؟ الكلام ده اصلا ما حصلش. ورق التحقيقات كان معانا وجبنا لكم، كلهم اعترفوا ان دعاء هي القاتله. يا جماعه ده والد ووالده فاطمه بعد ما قالوا في الاول انهم شاهد بيشكوا فيها او بيشكوا في شاهد، رجعوا تاني غيروا اقوالهم وقالوا لا احنا بنتهم دعاء وهي اللي خلصت على بنتنا، وراحوا النيابه مره تانيه، وده موجود في اوراق التحقيقات وجبناها ليكم قبل كده، وهنراجع معاكم قبل القضيه كمان الورق نصا عشان في ملاحظات كده بنجمعها مع بعض لما بنسمع الكلام ده، وبعد كده نرجع تاني للورق. كلام على ان دعاء اعترفت وقالت ان السيد هو اللي خلص على فاطمه، دي جزئيه خطيره. كلام على ان الاستاذ بكر بسام هو اللي كان موجود في القضيه في البدايه، وزي ما احنا جبنا لكم في بدايه القضيه وكل الاستاذ خالد صالح والاستاذ عبد الرحمن من المكتب عنده، الاثنين المحاميين راحوا حضروا التحقيقات، وزي ما اتقال تعملوا اللي يتقال لكم، وزي ما سيد قال المحامين بيقولوا يمين يمين شمال شمال، وما تسالش يا كذا باللفظ وتنفذ اللي بيتقال لك. وبعد كده المفروض ان دعاء بقت هي المتهمه. طيب يا سيد انت عايزنا لدعاء؟ قال بس هو في الاخر بعد ما عملوا دورهم، وركزوا في الكلام ده وده اللي قاله الاستاذ بكر بسام لما كان موجود معانا حصريا، عملنا دورنا في القضيه، وبعد كده دعاء لما جت احنا انسحبنا من القضيه، ودعاء جالها محامي تاني زي ما قال الاستاذ بكر بسام. يوم الواقع عرفت ازاي او كلموك امتى؟ تواصلوا معاك امتى يوم الواقع؟ لا انا ما حد اللي تواصل معايا اختهم اللي في القاهره. اختهم او عندهم اخت في القاهره؟ اخته في القاهره، وجت كلمتني قلت لها انتظري تماما لغايه اما قلت لها انا ما بنزلش اقسام، المباحث تاخد راحتها خالص في شغلها. انا بالنسبه لي لا دخلت اسم ولا حتى اتصلت بضابط ايا ما كان عشان اعرف الوضع الدنيا. انا كل اللي جات لي معلومه يوم الخميس يمكن الظهريه انا مسافر المطريه، جالي تليفون ان في عرض متهم عن النيابه. اتصلت تليفونيا يا استاذ خالد شوف الاستاذ عبد الرحمن او احضر انت تحقيقات النيابه. الاثنين قعدوا اخذوا لتاني يوم الصبح.
انسحبتوا ليه بقى؟ سبتوا القضيه ليه؟ سواء حضرتك او الاستاذ خالد او الاستاذ عبد الرحمن. شوف حضرتك، احنا ما انسحبناش، احنا كان لنا دور ان هي اللي جت كلمتنا قالت اخواتها كلهم موجودين في الاسم. تمام حضرتك. اما حضرنا التحقيق وحصل فيه اعتراف من المتهمه وبدا يحضر محامي زميل عنها، خلاص احنا بقى دورنا كده خلاص. السيد طلب مني ان احضر ادافع عنها عن دعاء زوجته. بصفه زوجته. حصل تقريبا والدها او اخواتها رفضوا وقال لك احنا عندنا المحامين. قلت لهم شكرا. والد دعاء رفض ان انت تكون موجود. رفض ان يكون موجود. الجزئيه كمان اللي كان اتكلم فيها وهو